السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم طورطة باردة بدون فرن، كتجي لذيذة بزاف بمكونات في متناول الجميع. كنتمنى انكم تتبعوا تفاصيل الفيديو من البداية حتى النهاية. واذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى ديالها، فكنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات فضلا منكم وليس امرا. بسم الله على بركة الله. غادي نذكر المكونات في نفس الوقت. غادي نحضروا طورطه. غادي نحتاج هذا المول اللي كيتحل. غادي نحتاج نصف لتر من الكريمه السائله اللي طربتها، زولت منها نصف كاس. غادي نحتاج هذا البسكوي الخاص بالتيراميسو او لي بودواغ. غادي نحتاج القليل من حبة الفريز مقطعة قطع صغيرة، وغادي نحتاج كذلك حليب دافئ. غادي نوضع البسكوي في المول كما غتلاحظوا بهذه الطريقة اللي غتشوفوا. غادي نستمر حتى كنكمل. بالنسبة للصف الثاني ديال البسكوي قطعته الى النصف باش كنحصل على طبقة تكون متساوية وفي نفس الاتجاه، يعني البسكوي كيكون في نفس الاتجاه. غادي نسقيه بحليب يكون دافئ. غادي نسقي البسكوي جيدا بالحليب. فبالنسبه لهاد الطورطه او التحليه كتحضر بسرعه. طورطه بارده رائعه جدا، يمكن لكم تحضروها للافطار وكذلك للسهرات الرمضانيه ان شاء الله. ثم غادي نضيف طبقه ديال الكريمه. غادي نوزعها بشكل متساوي حتى كيتغطى البسكوي جيدا. كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم في الفيديو السابق، وكنرحب بالناس الجداد اللي انضموا للقناه. مرحبا والف مرحبا. وكنشكر كذلك الناس اللي معايا من البدايه. كنتمنى للجميع التوفيق والنجاح ان شاء الله. يمكن لكم تعوضوا الكريمه السائله بلا كريم شونتي. انا استعملت الكريمه السائله ما يقارب نصف لتر. وبالنسبه للكميه ديال البسكوي او لي بودوا كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. من بعد ما بسطت الكريمه غادي نضيف قطع ديال الفراوله، كتعطي مذاق رائع للطورطه او للتحليه. طورطه سهله جدا كتحضر بسرعه. من بعد غادي نضيف طبقه اخرى ديال البسكوي كما غادي تشوفوا معايا. كنضغط شويه ثم غادي نسقيه كذلك بحليب دافئ. كنسقي البسكوي جيدا. ثم غادي نضيف طبقة أخيرة من الكريمة. غادي نوزعها بشكل متساوي حتى كنحصل على سطح مستوي. بنفس الطريقة اللي درنا في الأول. أنا اكتفيت بطبقتين ديال البسكوي، يمكن لكم ديروا 3 طبقات 4 طبقات، لكم الاختيار. في الأخير غادي ندخل طورطة المجمد حتى كتمسك طبقة ديال الكريمة ونكملوا باقي المراحل. من بعد ما تمسكت الطبقة ديال الكريمة خديت ما يعادل 100 غرام من شوكولاتة غنية 55% من الكاكاو والمر. سخنت نصف كأس ديال الكريمة اللي احتفظت به من قبل. من بعد وضعت فيه الشوكولاتة
كنحركهم مزيان حتى كتذوب الشوكولاته. في الاخير كنضيف قطعه من الزبده، ثم غادي نفرغ الشوكولاته فوق الطبقه ديال الكريمه كما غتشوفوا معايا. غادي نوزع طبقه ديال الشوكولاته فوق الكريمه كما غتلاحظوا، ثم غادي ندخلها للمجمد حتى كتماسك تماما ونمروا للشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته، جات رائعه جدا. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زينت بحبه الفراوله واللوز فيلي، وبالنسبه للجوانب خليتها كما هي باش تبان طبقه ديال الكريمه وطبقه ديال البسكويت. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء.